ازيكم يا جماعة؟ والله بص، مش عارف والله، مش عارف احط عنوان للفيديو ولا الواحد يقول ايه ولا ايه. في كلام كتير قوي 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 محشور كده جوه الواحد. فقلت ايه، انا اخرجه مع الناس ويعني نشوف اللي احنا عايزينه في التحليل. مش عايز احلل، بس الواحد عايز كده ايه، تحس ان انت عايز تقعد ترغي كتير قوي في اللي شفته في ماتش الاهلي وبالميراس، او اللي شفته في فرقه الاهلي، بلاش بالميراس. وتجاوب على اسئله مثلا انت بتسالها لنفسك وغيرك بيسالها. اهلي معاه مدرب حلو ولا معاش مدرب حلو؟ غلطه مين اللي بتحصل دي؟ اللعيبه، ده فلان وحش وفلان حلو. الحاجات الكتيره دي كلها اكيد في اسئله كتيره الناس عايزه لها اجابات. طيب انا هبدا كده ايه. اول حاجه، هو اللي احنا فيه ده، اللي الاهلي فيه دلوقتي، مين سببه؟ يعني وجهة نظري، الإدارة. الإدارة، ثم الإدارة، ثم اللعيبة، ثم الجهاز الفني يجي آخر حاجة. ولو حطيت قبل اللعيبة حد، هحط كولر بالجهاز الفني بتاعه. وليه كولر وليه؟ طيب نبدأ بس كده بالسريع عشان ما نطولش. هحاول على قد ما اقدر انجز وافضفض معاك وكده وايه، ونتكلم سوا. الإدارة ليه؟ الإدارة انا مش عارف هي مش متابعة ولا متابعة زينا، ولا مع ان الاداره اغلبيتها يعني ناس فاهمه كوره يعني. كفايه رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب يعني. فا اول حاجه بالنسبه لي كولر، اللي قعد معايا من السنه اللي فاتت دي كلها، سنه كامله كولر قاعد بيقدم كوره مش موجوده في الدنيا. انا مش عارف. ف يعني كولر لو كان عايز انا بصراحه، لو ليا كلمه مسؤوله، انا ماشي كولر من بعد نهائي ماتش الترجي، من قبل ما اسافر، من قبل ما العب قصدي كاس الانتر كونتيننتال. لان هو ما لعبش السنه اللي فاتت غير ماتش العين تقريبا يعني. لو افتكرنا الكولر كام ماتش كده، هنفتكر طبعا ماتشين ثلاثه. يعني الماتش اللي كان ظاهر قوي طبعا ماتش العين. بس من بعد ماتش الترجي، انا لو ليا كلمه مسؤوله، لان هو البطوله اصلا بتاعت افريقيا اللي خدناها من الترجي دي، احنا كنا ماشيين بنزق في حيطه، في جبل، زي ما بيقولوا. فعدت معانا بشخصيه الاهلي، بالروح، بلعيبه مستواها حلو وايه، وخدنا البطوله السنه اللي فاتت. مين اللي هلوم مين؟ لا، ما انا مدرب وحش قدامي، ما يمشي خلاص، ما يمشي من السنه اللي فاتت، ابدا بقى ايه بمدرب جديد السنه دي. نيجي بقى ايه يعني، فانا هحمل الاداره في الجزئيه دي، وهرجع احمل الاداره في جزئيات تانية لسه قدام. طيب نرجع، ايه الجزئيه التانية؟ كاس العالم للانديه. وصلت كاس العالم للانديه، الاداره، لا ده احنا خدنا فلوس، ده احنا معانا فلوس، لا احنا نجيب لعيبه كواليتي عالي. جبنا لعيبه كواليتي عالي، جبنا لعيبه كواليتي عالي، بس فين؟ كلها قدام. طب واللي ورا يا عم؟ لا نسينا. طب انت مشيت عبد المنعم، طب علي معلول مصاب، ما انا هعوض. طب عوضت علي معلول بمين؟ بيحيى عطية الله. ماتش في التاني في اصابة، في ماتش في التاني في اصابة، المستوى متذبذب، مش هو ده، مش معوض ربع علي معلول. طيب ماشي، هتكمل بمين؟ ما انا انت رايح كاس عالم للانديه يا كابتن محمود يا خطيب، رايح صارف قد كده في بن شرقي، وصارف قد كده في زيزو، وصارف قد كده في جراديشار، وبتجيب لعيبه وتريزيجيه وواضح ان احنا حلو عايزين نعمل كاس عالم للانديه. طب الدفاع، محمد عبد المنعم. طيب ايه مشكله الاهلي اصلا اللي انا بقالي سنه كامله ويمكن اكتر من سنه صوتي اتنبح فيها؟ محمد عبد المنعم وعلي معلول، ازاي نطلع بالكوره السنه اللي ليه كولر بقى سيء؟ لان كولر ما عرفش يوجد حلول لعبد المنعم وعلي معلول. كان كل 99%، مش هقول 95% من لعب الاهلي بنطلع من عبد المنعم وعلي معلول، بيطلعوا الاهلي كله لقدام. طيب السنه اللي بعديها ايه اللي حصل؟ مروان عطيه ينزل، مروان عطيه يستلم. مروان عطيه مش الكواليتي اللي هو، مش توني كروس هينزل يستلم بقى ويطلع ده يمين ويطلع ده شمال. بصير حلو مروان عطيه. طب وبعدين ادي مروان عطيه، هو ده اللي كنا فالحين فيه. ليه؟ عشان هو ما بيعرفش يباصي على الارض، ضايع في الكره العاليه وفي الكره دلوقتي، اخره يرمي الكره بايده. طيب ياسر ابراهيم في الضياع، رامي ربيعه كره من 10، كورتين من 10. فالسنه اللي فاتت كلها انا قاعد يا بطلع كور عاليه،
ماشي، كل ده بقى اتقاس على ايه؟ اتقاس على الدوري. ايه الدوري؟ مستوى مين اقوى فرقه في الدوري معايا؟ بيراميدز. طيب مين تاني؟ الزمالك. بتلاقي على فترات سيراميكا المصري، كل دول انا بجرب فيهم اللعيبه دي. طيب انا رايح يا جماعه كاس عالم للانديه، قدامي سنه اهو، عندي كاس عالم للانديه، اعمل ايه؟ اعوض بمين؟ اعمل ازاي؟ لا مفيش يا جماعه. اي عيل صغير فاهم كوره، اي عيل صغير فاهم كوره، انا ده كان يعني الواحد ساعات بقى بيتحرق دمه في حاجات غريبه يا جماعه. يعني ده احنا ده انا يعني انا ما درستش الدراسه الكافيه ان تخليه مدرب، بس على الاقل محلل فاهم يعني ايه. انا مش عارف ابني كوره من ورا بقالي سنه، مدرب اللي عندي مش عارف يوجد لها حل، يبقى المدرب فشل خلاص، المدرب فشل. هو في عادي انا ممكن يبقى عندي مدرب بلعيبه معينه في الملعب يبقى قوي جدا، تشيل لعيبه منه ما يعرفش يفكر، خلاص الفرقه بتقع من كولر. طيب خلاص يبقى يتعوضوا بلعيبه زي اللي مشيتها. يعني بعد بقى عبد المنعم انت رايح تجيب لي اشرف داري، والله قلت بدل المره 10 اشرف داري قال لك مدافع دولي ومدافع لا يقل عن اي مدافع في الدوري المصري استباقي، بل بالعكس في ناس احسن منه كتير قوي في الدوري المصري. انا بجري على الكوره وبخبط وبيضحك عليا كمان. يعني في مصر يعني محمد اسماعيل بتاع زد، مرعي بتاع بيراميدز، بيكهام اللي احنا جايبينه، كل ده احسن من اشرف داري بالنسبه لي. عادي زيه زي ياسر ابراهيم، زيرو طويل كده وتحسه دماغه فيها حاجه فيها. فانا بالنسبه لي اروح اجيب اشرف داري بدل عبد المنعم، احسن مدافع في افريقيا كلها، اللي كان بيطلعني وكان ده كان هداف. يعني عبد المنعم ده كان بالنسبه لي هداف، ده كان بيجيب لي بيحل لي ماتشات، ده جايب لي بطوله، جايب لي بطوله افريقيا من قبلها بسنه. اروح اجيب واحد زي اشرف داري. مين العين اللي جابت اشرف داري يا جماعه؟ اشرف داري لعيب كويس بس زيه زي رامي ربيعه، زي ياسر، زي هو نفس الدماغ اللي انا ما بفكرش. انا عايز مدافع زي عبد المنعم بيطلع بالكوره. طب فين بالعيد؟ لا اصله بيغلوا، ماشي دور بقى، دور. كان في الجزائر، وكان في مش فاكر اسماء، وكان في المغرب. يا عم هات رجع بدر بنون، والله العظيم انا عندي بدر بنون يرجع. يعني فقصص كده انت بدات كده ادي انت ضيعت عبد المنعم ومعلول، فضلت سنه تلعب بكولر، كولر ضيع منك كل حاجه. جيت بقى تمشي كولر بس اوبا هنجيب مدرب، اسمع بقى شميت على مارك روزا، على ماشي، اسماء تخض. مين اللي جاي يا جماعه؟ مين اللي جاي يا جماعه؟ ريبيرو. طب ريبيرو ده لعب قدامنا بصراحه ماتشين حلوين، وعمل بطوله مع اورلاندو حلوه وكل الكلام ده، ولحد دلوقتي وقبل وانا بشرح الفيديو بعد ماتش الاهلي وبالميراس ما اقدرش احكم على روبيرو في اي حاجه في اللي حصلت في الماتشات دي كلها. هاخد فكره صغيره عن حاجات في الشخصيه، هاخد فكره. مفيش مدرب في الدنيا اقدر احكم عليه من ماتشين او 3 او 4 او 4 ماتشات، خصوصا بقى مع فرق اتقل مني، او على الاقل بتبقى اقوى مني بحبه. يعني اقوى هحكم على راجل ما عملش فتره اعداد بفريق، جايب له لعيبه مغير له تقريبا النص القداماني كله. يعني هو مثلا ما شافش واحد زي زيزو، ما شافش واحد زي حمدي فتحي، ما شافش واحد زي بن رمضان، ما شافش واحد زي تريزيجيه، كل دول بيلعبوا قدام وبيلعبوا اساسيين. انا بقى المفروض هو الراجل عارفني ولعبني في افريقيا وحافظ لعيبتي، جايب له بقى اللي احسن من لعيبتي اللي كانت بتلعب، وبقول له خد يا عم لعب اللعيبه دي. طب انت بتلعب اللعيبه انت هتلعب اللعيبه دي. مين اللي معايا؟ عماد النحاس. انا قايل ايه على عماد النحاس؟ وارجع لفيديوهاتي، وارجع ده انا كل ماتش كنا بنلعبه في الدوري حلو قوي، اخرك يا عمده الدوري. واي حد، انا والله العظيم بلاش حلفان بالله، انا لو مسكت الاهلي وكملت بيه الدوري، لان كولر ما كانش شايف قدامه، ومدرب جبان وكان بيعاند، وكانت قصص كده في الاخر تخاريف بتحصل. فلو اي حد فاهم كوره ومسك الفرقه اخر 6-7 ماتشات في الدوري كان هيكسبهم، بما فيهم الزمالك اللي انسحبنا منه. طيب انا دلوقتي خلاص مشيت بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت. نرجع بقى. فانا دلوقتي خلاص عماد النحاس معايا، عماد النحاس بيعمل حاجات خزعبليه، بيلعب لي كوكا باك شمال، وبرضه قلنا كوكا مش باك شمال، وبرضه قلنا كوكا وده بقى اللي هرجع له في كاس العالم للانديه. كوكا باك شمال
طب مين؟ طب ما اصل ما فيش. طب الدبيس، طب يحيى عطيه الله. يعني بالاداء اللي انا شفته ليحيى عطيه الله اللي هو راجع من الثلاجه النهارده، على الاقل بالنسبه لي عادي، ارحم من كوكا، وكان هيعمل ماتشات احسن من كوكا، زي مثلا ماتش انتر ميامي الاول. لان كوكا بالنسبه لي ما كانش احسن حاجه وما كانش اوحش حاجه برده بصراحه، هو زيه زي يحيى عطيه الله النهارده، مع فارق بالميراس عن انتر ميامي الماتش اللي فات. طيب نرجع بقى ايه لريبيرو وكاس العالم للانديه. انا دلوقتي كاس العالم للانديه رايح الاعب انتر ميامي، عقليه اللعيبه متسيستمه، احنا هنكسب انتر ميامي. انتر ميامي فريق ضعيف، انتر ميامي انا بقول فريق ضعيف، وطلعت قلت انتر ميامي. هو انا حتى النهارده مع ماتش بورتو، ميسي معاه 10 بني ادمين، ما اقدرش اقول اسماء والله، ميسي معاه 10 بني ادمين، معاه طبعا ناس بتسند، بس لعيبه حلوه كويسه، لعيبه عادي خالص، لعيبه يعني مستواها عادي خالص كويسين، اليندي وسيجوفويا اللي جاب الجون الاول وكل حاجه وتمام، وسواريز بوسكيتس، بس بيلعب ميسي قدام بورتو لوحده. وبنفس الفكره ميسي كان بيلعب الاهلي لوحده حرفيا، الشوط الثاني ميسي كان بيلعب الاهلي لوحده. طيب ريبيرو جه في ماتش انتر ميامي، راح عمل ايه؟ قال لك واضح اول حاجه ان محللين الاداء بتوع ريبيرو بيذاكروا الفرق كويس جدا، بس مش بيذاكروا الاهلي. ودي حاجه غريبه طبعا، بس هو الفكره هم ده، لان ده مش هيذاكروا الاهلي طبعا، بس اللي انا عايز اقوله ان ريبيرو بالنسبه لي في علامه استفهام. الراجل ده بحسه نازل مذاكر قوي، وده بيبان في الشوط الاول من الماتشين اللي لعبهم. طيب ايه الماتشين اللي لعبهم؟ انتر ميامي وبالميراس. انت نازل مذاكر الفرق اللي قدامك بتلعب وبيلعب، والراجل عنده وافكار باينه وكل حاجه، بس اللعيبه مش قادره تنفذها. ليه مش قادره تنفذها؟ في اماكن في الملعب جوده لعيبه، في اماكن في الملعب جوده لعيبه مش هتقدر تنفذ افكاره التكتيكيه. طيب ايه تاني حاجه؟ في لعيبه محدوده في اماكنها. انا مش هقدر، انا كلاعب مش هقدر اعمل دور مركب كبير عليا. انا ممكن يقول لي روح على الجون اروح على الجون، يقول لي ارجع دافع ارجع دافع، لكن انزل في النص استلم اعمل، لا مش كل اللعيبه، ولعيبه في اوروبا كبيره جدا ممكن ما تقدرش تعمل دور مركب عادي طبيعي. هو الدور المركب ليه ناسه، ومحتاج دماغ ومحتاج افكار. فانا الراجل عنده افكار الى حد ما، انا شايف في افكار ظاهره. طيب ايه تاني حاجه؟ عنده عناصر بس بنسبه 60-70%. ايه اللي ناقصه طقم دفاع، باك رايت، وقلناها مليون مره، باك رايت. ومش هتكلم على مش عايز اتكلم على حاجه. باك ليفت، محتاجين باك ليفت. ما هو يحيى عطيه الله احنا بقالنا فتره قلنا خلاص، طب علي معلول، طب قعدنا بنتدلع بنجيب صفقات قدامه وناسيين. طب ادي باك رايت وباك ليفت. سيرد باك بدل عبد المنعم، وحط مليون خط بدل عبد المنعم. يا جماعه محتاجين واحد صانع لعبه من ورا. ده يعني من ايام بقى نرجع بقى لايام الزمن الجميل، وائل الاباني وعماد النحاس والناس اللي كانت بتطلع الاهلي لما كنا بنلعب بليبرو والكلام الحلو ده. طيب فين السيرد باك؟ السيرد باك لا، هروح اجيب اشرف داري واكمل بالعش. انا واحد عايز العش، انا واحد طالبت بالعش، بس انا طالب بالعش لان ده من احسن المستويات اللي قدامي تمشيني. لكن ما اروحش اجيب مدافع اجنبي زي اشرف داري. ازاي اروح اجيب مدافع اجنبي زي اشرف داري؟ انا محتاج واحد زي زين الدين بالعيد، اللي هو اصلا بالنسبه لي انا شايفه اقل من عبد المنعم كمان. يعني انا محتاج واحد كده بفكر. هو عبد المنعم ده بالنسبه لي عبد المنعم بالنسبه لي كواليتي عالي جدا عالي جدا، ويلعب في انديه، يعني يلعب على نص دفاع مانشستر يونايتد مثلا اللي انا بشجعه مثلا. يعني عبد المنعم ده عقليته وطريقه لعبه تلعب على لعيبه كبيره. وحتى لما كان بينزل مع نيس لولا حاجات كتير قوي، وكنت بتفرج له على حاجات مخصوصه، لولا ان المدرب بتاعه كان بيحطه في ادوار رخمه وكان بيأدي في اغلبيه ماتشاته. فانا محتاج حاجه كده تنقذني. فانا المفروض بقى، انا اصلا كده ما عنديش سكاوتنج او بهس بالسكاوتنج او قصص السكاوتنج. طيب انا ما عنديش فكره. نيجي بقى لقصه الفرقه ومنظرها في الشوط الاول ومنظرها في الشوط الثاني.
هتلوم مين فيها؟ هبدا بقى كده ابص للمدرب. من تغييرات المدرب في ماتش انتر ميامي واضح ان هو مش على علم بالفرق. من تغييراته في انتر ميامي مش على علم بالفرق. من قعدة بن شرقي دكه في الماتش الاول، وبعدين الاعلام والاهلاويه يطلعوا يا عم بن شرقي قاعد ازاي بالمستويات اللي احنا شايفينها في الشوط في ماتش بالميراس تنزلي بن شرقي. طيب اتكلم بسرعه كده لحته تحليليه سريعه. ابيل فيريرا النهارده عمل ايه؟ طلع قال تصريح امبارح حلو قوي عجبني قوي. قال لك ايه؟ من كتر ما انا لعبت في البرازيل في اجواء مختلفه، ان انا بسافر من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، بلاعب فرق مختلفه بمدارس مختلفه في البرازيل، ساعات بغير طريقه لعبي. عمل ايه بقى النهارده ابيل فيريرا؟ قال لك بص يا عم، انا الجيم بتاع بورتو انا مش هلعبه معاك. مش هلعبه معاك ليه؟ لان انا اتداس عليا بدنيا. انا بدنيا لعبتي ابتدت تخبط جامد من ماتش بورتو. طبعا بتلاقي فريق اوروبي ايا كان بقى ضعيف قوي، بورتو فرقه برضو هنقول فرقه محترمه عادي طبيعي، فرقه اوروبيه راحت او جت، فهي فرقه اوروبيه وفيها لعيبه تقيله قوي. طيب ماشي، بورتو عمل ايه؟ لعب جيم هبد ورزع وماسك بورتو وزنقه في ال 18 وتك تك 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 تك. فانا جاي من ماتش 90 دقيقه من كام، والاهلي مريح ماتش عندي. طيب راح اتفرج عليك يا اهلي وذاكرك كويس قوي. قال لك بس انت بتنزل الشوط الاول بتطلع كل اللي عندك وهوبا زي ما عملت في انتر ميامي، وجيت الشوط الثاني بتلعب لعيب واحد، بتلعب لعيب واحد حرفيا. طب ايه اللي حصل؟ انا هعمل معاك كده بقى، بس مش هخليك حتى توصل للجول. نزل الشوط الاول الاهلي برضو فارد دراعاته وبيلعب كرة ومستحوذ تماما ويباصي في نص الملعب ومش عارف ايه وكده. هل رحنا بخطوره على الجول؟ لا، مش زي في ماتش انتر ميامي. ماتش انتر ميامي احنا قلنا عندهم غلطات بالهبل. بالميراس عندهم يمكن غلطات بس مش هتقدر تجاريهم. فعملت ايه؟ استهلكك بدنيا، قاعد يستهلكك بدنيا ويلعب هو على المرتدات. خد يا ستيفاو اللي شرحناه امبارح من ورانا، العب استيفاو، رقص الاول رقص الثاني، كرة جنب العارضه، كرة مش عارف ايه وابتدى لعبنا على خفيف خفيف. قال لك بس انا همسكك اخليك تخلص بدنيا، بس مش هتروح حتى الجول. يعني هرصص لك، هلعب برضو بنفس الخطه وكل حاجه، بس وهلعب انا على المرتدات بتاعتي وغلطاتك وقد كان. انا هلعب على الغلطات. ايه الغلطات يا باشا؟ يلا فاول ملوش اي 3 لازمه بيعملوا محمد هاني. الفاول اللي هو الكرة في مصر كلها الفاول ده عندنا فيه مشكله من ايام ماتش مصر والجزائر في السودان. فاول في حته مريبه كده، انا ما اعرفش ايه الفاول ده في مصر، في اهلي زمالك منتخب مصر. المشكله في الفاول ده، في حاجه غلط في الفاول ده بتحصل لنا. هوبا يلا الفاول، مين محدش طلع حطه؟ لا احنا هنحطه احنا في نفسنا. ومش هلوم اسامه ابو علي خالص، لان في واحد غريب اسمه اشرف داري طالع وراه بيقول له بيزقه يعني بيزقه ومغمض عينيه وحاجه كده غريبه ما تتفهمش. واسامه ابو علي عايز يلحق الكوره زي اي لعيب. نفس قصه برضو ياسر ابراهيم في ماتش سان داونز، والناس طلعت وزامت عليه. يا جماعه الكوره خبطت في رجله ودخل الجون. انا ما اقدرش الوم اللعيب في حاجه زي كده خالص. انا مش حاططها في نفسي ولا ده، انا طالع بنط بجيب الكوره قلشت دخل الجون. طيب خلاص ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ روح انهزاميه مش طبيعيه. انا هنا بقى فين دور المدرب؟ لا انا مش شايف كوتش بقى على الخط ولا. هبتدي اخد انطباعات عن الشخصيه. فين الشخصيه؟ لا انا مش لاقي لحد دلوقتي. وبرده ما اقدرش اتكلم والوم واقول ده مدرب سيء، ده مدرب شخصيته ضعيفه، ده مدرب مش احسن حاجه. ليه؟ لان انا بالنسبه لي شخصيه المدرب في القصه دي لا، مش هي دي اللي هتخليني احكم من الماتشات دي، ومش من كاس العالم للانديه. يا جماعه المدرب ده ما طلعش عمل فتره الاعداد بتاعته هي الماتشات اللي احنا بنلعبها في كاس العالم للانديه مع فرق زي بالميراس وبورتو وانتر ميامي. ده انا اقوى فرقه بلعبها في الدوري كله بيراميدز والزمالك، وفي افريقيا فرقه زي سان داونز ولا الوداد والترجي. يا جماعه في اللي هو اصلا احنا فين والناس دي فين؟ احنا تاسيس كوره مفيش مقارنه باي حد من الفرق دي. حتى لعيبه انتر ميامي اللي مشطبه ما كلهم كانوا في اوروبا، ما كلهم كانوا في كل اللعيبه دي في اوروبا يعني متاسسه صح. انا عندي لعيبه ما بتعرفش تباصي، ما بتعرفش ترفع الكوره. انا عندي باكات ما بتعرفش ترفع كوره. لعيبه بالميراس، بس عشان الناس اللي مش فاهمه، لعيبه بالميراس انا كاتب كل لعيب بيعمل ايه وبيسوي ايه. اللعيبه برده كلها متاسسه في اوروبا من وهي صغيره وجايين على بالميراس
ولا لعيبه برازيليه. اللعيب البرازيلي ده بيبقى عيل صغير عنده 5 سنين وهو في امريكا اللاتينيه عامه، برازيل وارجنتين، الكوره بيكلم الكوره. فتقول لي انا مش هقدر، ما اقدرش الوم المدرب. اقدر الومه في حاجات، تغييرات. طب التغييرات دي ولا التشكيل اللي انت بتحطه، ولا هل الراجل عارف؟ لا. انا متاكد ان عماد النحاس ليه يد كبيره جدا في قصه التشكيل وقصه اللعيبه. وانا حاسس كتير لان انا، لا هو عدم وجود اشرف بن شرقي في ماتش انتر ميامي، لا في علامه استفهام بالمنظر اللي انا كنت شايفه. طيب نرجع بقى انت مذاكر فعلا انتر ميامي وجيت ذاكرت بالميراس، بس قابل فريرا عمل معاك السليمه وخدعك وساب لك الكره الشوط الاول وهلكك، ونزل الشوط الثاني يلا انا هلعب اللعب هجاريك ورا الكوره من الاخر حرفيا. احنا والله العظيم جات لي حته كده كنت حاسس ان احنا زي ايام المدرسه زمان، لما تلعب في الشارع مع اصحابك وتلاقي عيال كبيره كده جت تقعد تباصي الكوره وانت تقعد تجري وراها، احنا كنا عاملين كده. خصوصا بقى لما دخل فينا الجول، روح انهزاميه مش طبيعيه. تحس كده ان الفرقه خدت كيرف كده، اللي هو خلاص ما انا عارف انا خسران، لان انا اصلا وانا فايق وانا متعادل معاهم 0-0 مش عارف اروح اجيب فيهم اجوان. ف ايه الفكره؟ ايه الفكره من الفكره بقى اللي الراجل حطها بعد ما قابل فيريرا ضحك عليه. هو ده برضو التاني حاجه هتؤخذ على المدرب. وبرده ما اقدرش الومه لان هو مش عارف كل اللعيبه اللي معاه بره بتعمل ايه، وواضح جدا جدا ان هو مش قاري اللعيبه الجديده قد ما احنا عارفينهم. مثلا لعيب زي زيزو، طيب زيزو ده ما بيعرفش يعمل ادوار مركبه، وده مش عيب في زيزو يعني ايه دور مركب؟ يعني انا ماتش انتر ميامي طلعت امام عاشور ده بالنسبه لي او بالنسبه للناس اللي فاهمه، انا مش عايز اتكلم. امام عاشور احسن لعيب في افريقيا السنه دي مع ابراهيم عادل والشيبي مثلا. لان يعني يا جماعه لا بيعرف يحرك الفرقه وبيلعب مهاجم وبيلعب مدافع وبيلعب وينج وبيلعب. فامام عاشور ده مختلف طبيعه مختلف وسنه صغير وحركته كتيره وبيشوف وبيعمل هل زيزو بامكانيات امام عاشور؟ لا، بس زيزو عنده حاجات احسن من امام عاشور في حاجات، بس في حاجات ما يقدرش. فانا ما ينفعش اطلع امام عاشور وانزل زيزو وخلاص وكده. عارف لو نزلت بن شرقي مثلا مكان امام عاشور عشان احرك الفرقه، ولا قفشه ولا حد بي من الناس اللي بتباصي، ممكن كنت اختل اقول لك ماشي انت عندك فكر في القصه دي. لكن زيزو مين اللي يخليك تنزل زيزو وفي نفس الوقت هتلعبه مكان امام عاشور؟ طب عايز تنزل زيزو، لا طيره بقى في مكانه، خليه بقى يمسك المكان بتاعه اللي فعلا هو هيبقى احسن واحد فيه. دي مثلا ما تقوليش امام عاشور هيلعب وينج زي زيزو، لا زيزو هيلعب وينج احسن من اي حد، بس مش هيعمل لي دور مركب ويتحرك لي ويميل لي على تريزيجيه عشان هاني يبقى لوحده في الناحيه اليمين وحمدي فتحي يطلع في الخباثه دي مش دي فكره عماد النحاس. ما اعرفش ليه عندي احساس ان دي كده وراه عماد النحاس. حلو الماتش الاول حصلت، والماتش الاول طلع 0-0 ومش عارف ايه. جيت الماتش الثاني برضه نفس القصه. هو احنا عندنا الوينج اليمين فيه مشكله، يعني في حاجه غلط في الوينج اليمين. انا مش فاهم قصه الوينج اليمين عندنا. يعني انت الماتش الثاني انا بقول اهو وفي تحليلي ده انا اللي اقول غلبان يا عم، ده انا دارس بربع جنيه شويه حاجات كده ما استحاله يعني فاهم. اقول لك يا جماعه نلعب 3 ورا. ليه تلعب 3 ورا؟ عشان بيكهام يلعب. ليه عشان بيكهام يلعب؟ عشان نطلع بالكوره، عشان هو احسن واحد ممكن يطلع لي بالكوره ورا، وهامنه باثنين كمان ياسر ابراهيم وداري يا عم. طب انا هامن بياسر ابراهيم وداري، لما امن بياسر ابراهيم وداري خلاص هامن بيكهام بقى واعرف اخلي بيكهام يتقدم ويطلع بالكوره، على الاقل يبقى مع مروان عطيه في النص وقدامهم محمد علي بن رمضان، والعب يا عم باي حد انت قدامه، والثلاثه اللي قدام تريزيجيه وزيزو ووسام، وافتح بقى الملعب وتشده على الاخر. ليه؟ لان الفرقه اللي قدامك بالميراس بتلعب ب3، ساعتها كنت هتعمل خطوره عليهم. فجيت انا ما شفتش اي حاجه من القصص دي. ده الحاجات اللي هلوم فيها المدرب، حاجات بسيطه قوي في الفكر، بس احنا عارفين اللعيبه. الراجل ده مش عارف اللعيبه، وانا متاكد 100% الراجل ده مش عارف اللعيبه. سواء هو كان وحش بعد كده ممكن ابقى انا غلطان، الراجل يبقى وحش وزي اي مدرب سيء عدى علينا، او يبقى مدرب كويس جدا بس لما يعرف اللعيبه دي كلها، لما بقى يرجع ويعمل فتره اعداد. يا عم جرب في الدوري انا ما عنديش مشكله، لان كده انت باللعيبه دي هتحطهم وتقول لهم العبوا، هنعرف نلعب في الدوري وفي افريقيا.
هيقابلك كام ماتش صعب، 3 4 ماتشات صعبه، هو ده اللي هيقابلك. لكن انا بلاعب فرق يعني مش هقدر اتكلم فيها. تتكلم بقى النهارده تريزيجيه، انا حاسه اللي هو ايه، يعني اللي هو تقريبا كان فاتح الفيسبوك والانستجرام واللي مش عارف ايه بعد ما ضيع ضربه الجزاء، اللي هو ايه ده بيقولوا عليا، ده بيقولوا عليا، ده بيقولوا عليا. تريزيجيه نزل حاطط وشه في الارض كده ومش شايف قدامه، ومن اول دقيقه في الماتش قرارات كلها غلط في غلط، بيعمل حاجات غريبه عجيبه مريبه مش مفهومه. طب ايه اللي حصل لما طلعت تريزيجيه ونزلت اشرف بن شرقي؟ شفت كوره يا عم. انا عارف ان اشرف بن شرقي مجهوده مش زي تريزيجيه، بس هو تريزيجيه خلاص هو من بدري هو ضايع، يعني من خلاص واضح ان دماغه مش في الكوره. انت كمدرب بقى او كجهاز فني اهلتوه نفسيا، واضح ان ده مش ده اللي حصل. طيب زيزو برضو بالدور المركب بتلعبه في النص، يروح مايل شمال وينزل يستلم. زيزو مين يا جماعه اللي ينزل يستلم ده؟ ما لعبها ما هي دي بقى الفكره، انت عارف اللعيب. انا شفته لعبها مع جوزفالدو فيريرا في الجزء الثاني في الولايه الثانيه بتاعته، ما نجحش فيها لما كان بيلعب 3-5-2 وكان زيزو بيبقى مهاجم تاني وينزل. لا مش دي خالص، مش بتاعت زيزو خالص. يعني زيزو وينج يمين، وينج يمين يخش، ممكن يخش يقطم ويشوط، يا يرفع عرضيه، هو ده وانا عايزه في كده. انا عادي، انا محتاجه في كده، انا عندي اللي يعمل غير كده. فيجي بقى اروح عامل نفس الحاجات بالظبط. خليك يا زيزو يا جماعه، طب ما تخليك بقى. طب احنا لعبنا كوره امتى؟ اخر ربع ساعه. بالميراس رجع وساب لي الكوره وانا كسبان 2-0 برضو، وهو كسبان 2-0 وكل الكلام ده كله، بس هو رجع ليه رجع بالميراس؟ لان الاهلي لعب كوره فابتدى يضغطوا، فبالميراس قال لك ماشي انا هرجع ادافع وهامن مناطقي وكل حاجه، بس كان منظرنا حلو، كان في محاولات. يعني اشرف بن شرقي عمل كام كوره على مش عارف، في كام كوره كده رحنا بيها، مش هقول لك خطوره وكل حاجه، بس كان شكلنا حلو. مين بقى اللي فكر وقال لك ايه ده؟ طب ما احنا ممكن اهو فرد، ليه اول ما الملعب اتفرد، اول ما ضغطنا والملعب اتفرد بقينا عندنا وينج يمين، راح زيزو راح شويه وينج يمين، يطلع محمد هاني يكمل في الهجمه، يطلع مش عارف ايه. فدي حاجات اللي العقل بيقول لك هو ده الصح. فانا مش هقدر الوم المدرب، مش هقدر الوم اللعيبه. يعني مثلا دور حمدي فتحي بحبك وكل حاجه، طب حمدي فتحي في دوره في الماتش النهارده هو بيعمل ايه؟ انا مش فاهم. هو بيدافع؟ ما حسيتوش. طب يهاجم؟ ما حسيتوش. طب هو ليه دور معين مركب مثلا؟ مش عارف. طب فرق ايه لو كنت مثلا نزلت قفشه مكانه مثلا او ديانج او ايا كان في الحته دي؟ يعني مثلا محمد علي بن رمضان، لا انا بلعب وباخد الكرة وبطلع وبهاجم وبرجع ادافع ومش عارف ايه وباين. مروان عطيه بنزل ابقى مدافع ثالث وبستلم وبوزع لعب والكلام ده كله، باينين في نص الملعب. انا مش عارف حمدي فتحي كان بيعمل ايه النهارده او دوره ايه اصلا. ومش ده مش لوم على حمدي فتحي، ده الخطه فيها حاجه غلط. انا شايف الخطه فيها حاجه غلط. ده عيب مدرب، ده جزء منه عيب مدرب، بس هل انت عارف العناصر اللي معاك؟ لا. انا بقول لا. الراجل ده مش عارف امكانيات لعيبته، مش فاهم يعني ايه مثلا ده لعيب خط، يعني ايه ده لعيب ينزل يستلم، ده لعيب يوزع لعب، ده لعيب مهاجم هجام، ده لعيب تلعب له عرضيات، مهاجم تلعب له عرضيات، مهاجم ينزل يلعب مع الفرقه ويطلع الفرقه. لا لا لا، المتاكد الراجل ده وش مش عارف الفرقه. فهو ده بقى اللي مش هقدر الومه وهلومه في نفس الوقت، اللي هو ايه 50-50. ومش قدام الفرق دي. تعالى بقى يا عم قدام مثلا بلاعب فرقه في الدوري ويعمل الكوارث دي، لا مع السلامه من تاني يوم. شخصيته غريبه، انا مستغربها. قاعد على الخط. يا عم ده جوارديولا بيطلع وبيبقى متعصب واقف بيزعق للعيبه اصلا، اللي هو ايه لو سبتهم كده هيلعبوا كوره. المدربين، يعني انت كمدرب قاعد حاطط رجل على رجل وبتتفرج على الماتش زيك زينا، مش حاسس بيك في الملعب، مش حاسس بحركتك، مش ما بتكلمش اللعيبه. فانت ما بتكلمش اللعيبه، ده على فكره يخليني احس ان انت مش عارفه. يعني هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. فدي قصه لا الواحد لازم يفكر فيها. الراجل ده ما اقدرش الومه، مش هقدر الومه. واول حاجه هلوم الاداره اللي عملت لي الصفقات الغريبه. اتمنى واخيرا، وانا اسف جدا ان انا طولت على الناس، اتمنى ان احنا نطلع. انا مش فارق معايا خلاص كاس العالم للانديه، وكده كده دي حاجه متوقعه، وكان حلمي ان انا يوم ما اطلع دور ال16 ابوس ايدي وش وظهر. بس انا اتمنى نتعلم يا رب في مصر كلها على فكره.
نفس برضو قصه منتخب مصر لما صعد كاس العالم، احنا ما بنتعلمش من اخطائنا. يعني ايه نتعلم من اخطائنا؟ يعني اول حاجه نتعلم يا جماعه عندنا مشاكل لازم تتحط بقى. يعني مثلا الاهلي، هل الاهلي مش هيلعب كاس العالم 2029؟ ان شاء الله الاهلي هيلعب كاس العالم من 2029، الا لو 4 فرق تانية خدت البطوله. يعني عندك بيراميدز خلاص خدها، عندك 3 سنين كمان 26 27 28، لو في فرق و29 كمان، حتى لو في فرق تانية خدت البطوله غير الاهلي. لو الاهلي ما خدش البطوله ورحنا تصنيف، الاهلي هيروح بتصنيفه برضه هيلعب كاس العالم للانديه. انا بقى عندي 4 5 سنين، هل مثلا ممكن اخطط فيهم؟ انا انا مش مقتنع ان الاهلي هيعمل كده، او الناس في مصر عقليتها مش هتجيب العقليه دي. فاحنا مش هنعرف هل في يوم من الايام هنصحى نلاقي عندنا سكاوتنج تيم بروح اجيب لعيب عنده زي ما ستيفاو اللي كان بيلعب قدامنا النهارده، اللي خد كام واحد في الفرقه كده، عنده 18 سنه. تشيلسي وريال مدريد بيتخانقوا عليه من سنه، والسنه دي دخلوا قدام بعض وتشيلسي مخلصوا ب 60 مليون يورو. هل مثلا واحد زي لامين يامال الناس متابعاه بقالها قد ايه، هل مثلا ممكن يطلع لنا واحد زي رمضان صبحي مثلا، ولا تريزيجيه من ايام ما كان ناشئ، ولا هيفضل الناشئين بالمنظر اللي بنشوفهم؟ اخرنا محمد عبد الله نفرح لنا بكورتين، ولا الطقم اللي بنشوفهم في كاس الرابطه اللي كلهم اخرهم يلعبوا دوري مصري، ولا فلا نهتم بالناشئين مثلا، ونبدا نفكر ازاي نخلي الناشئين يلعبوا مع كوره، ونطلع ونأسس ناشئين حلوين؟ هل السكاوتنج تيم هيبتدي يبص في ادغال افريقيا وادغال اوروبا ويقول لك انا النادي الاهلي واجيب لعيبه صغيره واربيها عندي واطلع لعيبه تعمل بوم ويا سيدي تلعب معاك سنه وسنتين وتبيعها بملايين؟ هل في حاجه هنتعلمها من الكلام ده؟ ما اعتقدش. الله اعلم برضو. بس يعني انا يعني في حاجات كده هي دي اللي تضايق، بتحرق دم الواحد. ف يعني اتمنى يحصل حاجه ونتعلم من اخطائنا، ونفكر بعد كده في اللي جاي، وما نقعدش نقول يا ده انا كسبت الدوري، ده انا كسبت افريقيا، واروح العب كاس الانتر كونتيننتال من ماتشين. مليون البطولات المجمعه غير البطوله اللي من ماتش تخطف الماتش وتعدي. فكاس العالم للانديه والانتر كونتيننتال اللي هم الطريقه القديمه اللي هو تروح تضرب وتجري دي، لا مش هو ده البطوله المجمعه زي اللي فيها دي. هتكشفها زي كده ما بتكشف الزمالك كده في زي ما الزمالك بيتكشف على طول في افريقيا وفي الدوري وفي البطولات المجمعه، ويروح ياخد كاس. ليه الزمالك بياخد كاس؟ عشان الزمالك بيضرب في الكاس وخلاص، حلو هو ده الماتش. الزمالك يقدر يستمر، ما عندوش استمراريه بالاداره والسكواد والقصص اللي عنده دي كلها. فهي دي الفكره، تستمر بقى في البطوله المجمعه وانت اصلا عندك العقليه كفريق. بس كاداره الله اعلم هنعمل ايه في اللي جاي. وانا عارف ان انا طولت عليكم، بس اتمنى يعني كنت عايزه اجعجع، عايزه اتكلم مع الناس. محتاج ممكن ناس كتير قوي ما تسمعش الفيديو، بس انا او ما تتفرجش على الفيديو، بس هو ايه، انا عايزك تسمعني لان انا عارف ان ده جوه ناس كتير قوي، وناس كتير قوي عايزه تتكلم فيه، وناس كتير قوي عايزه تسمعه من غيرها. واللي هي ايه، تحس انك قاعد مع صحابك وبتاخد وبتدي وبتطلع اللي جواك من كتر ما انت متضايق من حاجات كتير قوي ومش عارف تحط ايدك على المشكله الحقيقيه اللي عند فريق الاهلي. شكرا يا جماعه، واتمنى ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، وشكرا جدا ليكم. شكرا، مع السلامه.